حلقة جديدة من بودكاست هدوء. النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا وبيشغل ناس كتير. موضوع الإحساس إنك دايما حاسة إنك لازم تثبتي نفسك للناس ولازم تثبتي نفسك للي حواليكي، وده موضوع ممكن يكون مرهق جدا نفسيا. ده مش ممكن، ده أكيد الموضوع بيكون مرهق جدا نفسيا وبيأثر علينا بالسلب لو استمرينا فيه، لأن كتير مننا بيحس إنه لازم يثبت نفسه لنفسه قبل أي حد تاني، أو يثبت للناس اللي حوالين منه إنه قدها، إنه ناجح، أو إنه على حق. وبيبدأ يحارب ويبرر إنه ناجح وإنه على حق ويرضي الكل، وبيشرح نفسه ويبرر كل أفعاله وتصرفاته. بس الحقيقة إنه مهما عمل اللي شايفك غلط عمره ما هيقتنع. اللي شايفك غلط عمره ما هيقتنع حتى لو عملتله ايه، حتى لو قلتله صوابعك 10 دول شمع برضه هيشوفك غلط. فكر فيها شوية. لما حد بيشوفك غلط مهما عملت ومهما وضحت، مش دايما كلامك او افعالك هتغير رأيه، مش لانك غلط، لأ، لكن احيانا الانسان بيحب يثبت نفسه ويحب يثبت رأيه، وده مش قرارك انت تتحكم فيه. فلازم بقى كده نقف مع نفسنا وناخد خطوة إيجابية لنفسنا، ونفكر في نفسنا، ونفكر في الحاجة المهمة اللي تقدري تعمليها لنفسك، إنك تركزي على اللي بيرضيكي ورضاكي عن نفسك وعن ذاتك، وإنك تتقبلي نفسك زي ما هي، بل بالعكس تتقبليها وتشوفي إيه العيب اللي فيها، وتحاولي إن انت تشتغلي على نفسك وتركزي على قوتك الداخلية، تركزي على اللي بيفرحك، اللي بيريحك، اللي بيسعدك، مش على إقناع كل الناس اللي حوالين منك. ركزي على اللي يستاهل وقتك ومجهودك فعلا، وسيبي الباقي يمشي على راحته. جربي كده بقى تقعدي مع نفسك كل مرة تحسي فيها إنك مضغوطة، تعبانة، مخنوقة، عشان تثبتي حاجة لحد، اسألي نفسك: هو أنا بعمل ليه كده في نفسي؟ طيب أنا بعمل ليه كده وعلشان مين؟ هل ده هيفرق معايا فعلا؟ لما تكتشفي إن الإجابة هتكون لأ، ساعتها بس هتحسي بالراحة وتقدري تركزي على طاقتك وحياتك ونجاحك وسعادتك، مش على إقناع اللي مش عاوز يتغير ولا عاوز يقتنع. مهما عملتي عمره ما هيقتنع. فكري كويس في نفسك وذاتك. مش عيب إنك تفكري في نفسك وذاتك، لأ، مش عيب إن احنا نغلط، العيب إن احنا نكرر الغلط، نغلط ونتعلم من غلطنا. أيا كان بقى الغلط هو إيه، المهم إن احنا نقوم تاني ونطور من نفسنا. بلاش تحاربي علشان تثبتي نفسك لأي حد أيا كان هو مين. قومي يلا كده وخدي طاقة إيجابية من كلامي، واعملي حاجة حلوة كده بتحبيها، حاجة بسيطة بتحبي تشربيها، فنجان قهوة أو كوباية شاي مثلا، أو ارسمي، أو شوفي إيه اللي بنتي بيسعدك واعمليه. حتى لو أي حاجة بسيطة في البيت هتعمليها، المهم إن انتي تشوفي إيه اللي بتحبيه وتفرغي طاقتك السلبية فيه، وتستعيدي طاقتك الإيجابية حتى لو من حاجة بسيطة جدا.
ده كان فيديو النهاردة من بودكاست هدوء. لو الكلام لمس قلبك ادخلي اعملي لايك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل حلقة من بودكاست هدوء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله في حفظ الله ورعايته.